السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة وبعافية يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم فراخ بس بطريقة مختلفة شوية، وهناخد جزء من الصوص بتاع الفراخ هنعمل بيه الرز بتاعنا الأبيض. هنسمي بسم الله ونبدأ مع بعض يا حبايبي، وخليكم معانا لنهاية الفيديو بإذن الله. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، خليكم معايا لآخر الفيديو يا حبايبي. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين جبنا طاسة كبيرة وفيها معلقة سمنة، اي مادة دهنية انت حباها. تمام يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده نبتدي بالسمنة بتاعتنا تسيح في الطاسة. بصوا يا حبايبي، معانا هنا نص فرخة اهو، الورك والصدر زي ما احنا شايفين كده، مغسولة ومنقوعة وبسم الله ما شاء الله معصور عليها ليمون وشوية دقيق عشان الزفارة وشوية خل، تتشطف شطفة حلوة تحت المية تحت الحنفية، وبعد كده بنحطها ايه تتصفى خالص. تمام. اول حاجة بقى هنعملها هنا ايه؟ زي ما احنا قلنا معلقة سمنة او اي مادة دهنية زي ما احنا شايفين، ونبتدي نسمي الله وننزل الفرخة بتاعتنا. لازم الفرخه معانا تاخد صدمه وتاخد لون الاول عشان بتدي طعم، لان احنا مش هنسلقها في شوربه، مش هنعملها شوربه، مجرد ان احنا هناخد منها شويه صوص بس صغيرين كده عشان الرز. نقلناها على الوش التاني زي ما انتم شايفين. انا اسفه جدا عشان الصوت عالي، ممكن تكونوا مسمعيني كويس، معلش، بس احنا نقلناها على الناحيه التانيه اهوت زي ما احنا شايفين كده حبايبي. كده احنا بنديها صدمه. طبعا الصوص عالي جدا من الميه طبعا مطرح غسيل الفرخه وكده. هنا يا حبايبي في الخطوه دي هنبتدي ننزل معانا بصلتين زي ما احنا شايفين كده مغسولين ونضاف، هنبتدي ننزلهم معاها. ومعانا ورق لورا زي ما احنا شايفين كده حبايبي. البصل السليم اللي انا حاطاه ده يا حبايبي انا كده كده هشيله تاني عشان كده حاطاه سليم. تمام. هشوحها تشويحتين وهبدا اخد منها شويه صوص لاني هعمل بيهم الرز. هشيل البصل وهشيل ورق اللورا وهشيل الصوص اللي معايا هعمل منه الرز. خليكم معايا بقى عشان تشوفوا الخطوه اللي جايه ايه. معانا هنا يا حبايبي كوبايه ميه واحده بس، هنبتدي نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونحطها على الفرخ كده. كل ده احنا هنشيله تاني، هنشيل البصل وهنشيل ورق اللورا معانا في الخطوه اللي جايه، ولسه هنحط اضافات تانية. انا ليه عملت كده؟ كوبايه الميه دي هتسوي معايا الفرخه شويه وهتخليها جوسي، وهاخد نفس الصوص ده تاني انزله بقى معايا عشان هعمل منه الرز، وطبعا بالبصل ورق اللورا. تمام. زي ما احنا اتفقنا حطينا كوبايه الميه، هنبتدي نغطي معانا الفراخ 10 دقايق بالظبط، وهبتدي اشيل منها الصوص والبصل والحاجات دي تاني، وهنحط اضافات تانية. خليكم معانا يا حبايبي عشان نشوف الخطوه اللي وراها ايه. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين اهو البصل معانا خد صدمه مع الفراخ زي ما احنا شفنا. ورق اللورا طبعا نزل ريحه وطعم جميله جدا. الخطوه اللي جايه ايه؟ هناخد بقى كل الصوص والشوربه بتاعتنا دي، شويه الميه اللي انا حطيتها مع الصوص اللي نزل اصلا من الفراخ، هحطه في الطبق ده وهعينه هنعمل بيه رز في اخر الايه، في اخر الفيديو. خليكم معايا. بصوا حبايبي ادي الصوص اللي انا قلت لكم ان احنا خدناه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميل ازاي. ده هنشيله هنعمله للرز. تمام. بصوا بقى الخطوه اللي جايه. هنا معانا الفرخه بتاعتنا، احنا مقطعين بصلتين كبار جوليان او شرايح زي ما احنا شايفين كده باي طريقه تعجبك. تمام. نبتدي نسمي الله وننزلهم كلهم على الفرخ. تمام اهو. ونقلب بقى مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اهو.
عايزه اقول لكم ان دي وصفه جميله جدا 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 ومختلفه عن لا تحمريها بقى ولا تسلقيها ولا الكلام ده كله. حاجه مختلفه وجميله جدا. والبصل ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا في الاكل على فكره. البصل ده بيبقى طعمه جميل جدا في الاكل، بيبقى شارب من كل المكونات اللي احنا بنحطها على الفراخ، مع طعم الفراخ كمان بتبقى عامله زي الفراخ المشويه تحفه. معايا معلقه صغيره من السكر ده عشان الايه، البصل بتاعنا يتكرمل زي ما انتم عارفين وياخد لون بني جميل كده. هنا حبايبي هنحط بهارات ايه بقى؟ معانا ملح، فلفل، كزبره ناشفه، كمون، كاري، شويه قرفه، دي بهارات مشكله. تمام؟ يعني تقريبا كل البهارات اللي عندك اللي انت بتحطيها في اكلاتك بتحطيها معاها. تمام؟ اهو نبتدي نسمي الله وننزلها كلها على الفرخه بتاعتنا. نقلب كل مكوناتنا كده مع بعضها، مع البهارات والبصل وكل مكونات الفرخه. حاجه مختلفه عن المعتاد اللي احنا بنعمله، تغيير يعني في الطعم. بصوا، ونبدا نغطي الفرخه بتاعتنا، هتنزل بقى الصوص بتاعها مع كل المكونات بتاعتنا وايه وتستوي مع نفسها. الخطوه اللي جايه بقى احنا هنركن دي زي ما احنا اتفقنا على نار هاديه. هعمل معاكم الرز بقى واوريلكم رز عادي جدا سهل جدا وبسيط بالصوص بتاع شويه الشوربه اللي احنا خدناهم من الاول من الفراخ. خليكم معايا يا حبايبي في طريقه الرز. هنا يا حبايبي معانا الحله اللي هنعمل فيها الرز زي ما احنا شايفين كده، جبناها وحطينا فيها الماده الدهنيه بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الرز. معانا هنا نص كيلو رز مغسول ومتنقي ومتصفي كويس جدا في المصفى زي ما انا معوداكم. هنسمي بسم الله ونبدا ننزله عشان نشوحه في الحل. هنا حبايبي بنشوح الرز زي ما احنا شايفين. بعد ما نشوح الرز في الماده الدهنيه بتاعتنا ونحس ان هو سخن معانا كويس، نبتدي نعمل ايه بقى الخطوه اللي جايه. معانا هنا طبعا الشوربه بتاعتنا، الصوص اللي احنا خدناه من الفراخ ومع البصل ورق اللورا بتاعتنا. طبعا احنا لسه ما حبشناش، ما كناش حاطين اي بهارات خالص عليه. تمام؟ هننزل بسم الله الرحمن الرحيم وننزل كله كده معاه. عايزه اقول لكم ان الرز ده هيبقى تحفه باذن الله وهيبقى طعمه خطير جدا. بصوا اهو، طبعا ده ورق اللورا بعد ما يستوي خالص. طبعا اللي حابب يشيله اكيد بنشيله. هنكمل طبعا ميه لان شويه الشوربه طلعت مش كتيره قوي، فاحنا هنكمل عادي ميه ونظبط الحدق بتاعنا. ادي الرز الجميل بتاعنا. عايزه اقول لكم ان هو مش هيطلع ابيض فاتح جدا عشان طبعا حاطين عليه شوربه فراخ، هيطلع غامق سيكه كده صغير، ولكن طعم ما اقولكوش على حلاوته وطعمته بقى. هننزل معاه مكعب مرقه عشان يعزز معانا الطعم ويعلي التست بتاعه. وشويه ملح صغيرين لو احتجتي على حسب الحدق اللي انت بتحبيه في الرز. ونغطي الرز بتاعنا ويسيبه يتسوي لحد ما يتشرب خالص، وهنرجع لكم تاني واوريكم يا حبايبي في اخر الفيديو. بصوا حبايبي منظر الفراخ بقى عامل ازاي، تحفه. ولا الروايح بقى بتاعه البصل والبهارات بتاعتها جميله جدا. طبعا انت لو حسيتي ان الموضوع بدا ينشف منك وطبعا الفرخه لسه ما استوتش، هنحط شقشاق صغير خالص من الميه، مش هنكتر، شقشاق صغير، وكل ما يشرب نحط له تاني، كل ما هتنشف هنحط لها تاني، يعني حبه صغيرين بحبه صغيرين لحد ما نجس الفرخه ونحس ان هي خلاص استوت. تمام؟ هنسيبها براحتها بقى ونوطي الشواله زي ما اتفقنا ونغطيها ونسيبها تستوي. كده يا حبايبي بتكون وصفاتنا النهارده خلصت. زي ما احنا اتفقنا هنسيب الفراخ متوطي عليها لحد ما تستوي خالص. اللي حابب ياخدها زي ما هي كده ويدخلها في الفرن تاخد لون، مفيش مشكله خالص. واللي حابب يسيبها زي ما هي بنفس الطريقه او بنفس الوصفه ما يدخلهاش الفرن، برضو براحتك على حسب انت حابه ايه. تمام؟ هنرجع لكم تاني يا حبايبي في اخر الفيديو باذن الله واحنا بنقدم ان شاء الله على السفره، واوريكم الايه المنتج النهائي بقى ان شاء الله باذن الله. يا حبايبي فيديوهاتنا دايما تنال اعجابكم ونكون دايما عند حسن ظنكم.
تنسوش الشير يا حبايبي واللايك والضغط على زر الجرس والاشتراك في القناة عشان نكبر بيكم بإذن الله، ودايما يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.